صباح الخير. هنعمل النهاردة تارت الشوكولاتة، وكمان هنعرف نعمل مع بعض طبقة الجليز اللي بتلمع المراية اللي فوق دي، اللي هي كل حاجة حوالين صينية التارت باينة على السطح من كتر ما هي بتلمع وشكلها رائع. بس لو أول مرة تشوفوا القناة، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك للفيديو لو عجبكم. احنا هنقطع قطعة مع بعض، هنشوف قد ايه هي سلاح السكينة حتى شايفين يا جماعة بيلمع ازاي على سطح التورت من كتر ما هي طبقة جميلة فوق الشوكولاتة، طبقة الجليز. شايفين قطعة فاخرة من التورت، هنتعلم نعملها مع بعض بمنتهى السهولة في البيت. المقادير في منتهى البساطة: كوباية ونص دقيق، تلت كوباية سكر بودرة ولازم بودرة، ونص كوباية زبدة أو 100 جرام زبدة، وبضاية، ومعلقة فانيليا، ورشة ملح. في الكبة هنحط كوباية ونص دقيق و100 جرام زبدة أو نص كوباية زبدة، والزبدة تكون مش طرية، متماسكة شوية، يعني كانت في التلاجة. وهنضربهم مع بعض بحيث كلهم يتشبعوا، الدقيق كله يتشبع بالزبدة. بعد كده هنحط السكر البودرة والبضاية ورشة ملح والفانيليا. انا نسيت احط الفانيليا، هفتح احطها تاني. وكمان مهم قوي احط طرف معلقة صغيرة بيكنج باودر، اقل من ربع، مش عايزة اقول لكم يعني ذرة من البيكنج باودر عشان ما تبقاش مكتومة. وبنضربهم مع بعض، بتطلع بقى عجينة كده زي عجينة السابليه، طرية وناعمة وجميلة. دلوقتي طبعا انا مش هقدر ابططها علشان احطها في صينية التارت او الصينية اللي عاملها، يعني لازم احطها، هكورها كده وابططها بشكل منتظم، واحطها في كيس واغطيها واحطها في التلاجة. لازم الحركة دي تتعمل عشان تبقى عجينة اقدر افردها بالنشابة. فهلفها واحطها في التلاجة مدة ساعة، ساعة ونص. طلعتها من التلاجة، بفردها بقى بين كيسين، وبجيب صينية التارت وممكن صينية عادية، وأنا جربتها في صينية عادية نفعت جدا يعني. بحطها ما بين كيسين، وممكن أعفر الكيسين كده دقيق علشان ما تلزقش لما أجي أطلعها. بشيل الكيس بقى بعد ما فردتها على قد الصينية تقريبا، وبقوم قلباها على صينية التارت وأسكنها بقى في الصينية دي مقاس يا جماعة 22. المقدار ده مع صينية 22 مناسب جدا. بشيل الأطرف الزيادة وأحط في على الحتت اللي فيها فراغ شوية، وبظبطها بالشكل ده بقى. الحتت الزيادة أشيلها وأحطها في الحتت اللي محتاجة إن أنا أزودها. ببتدي أظبطها. خلاص دي كده المرحلة النهائية بقى. وفي حاجة مهمة جدا لازم أعملها، إن أنا لازم أخرمها بالشوكة كلها خروم كتيرة جدا قبل ما أحطها في الفرن. وفي أثناء وهي في الفرن بالشكل شفته، بشوفها برضو بلاقيها قبت شوية بالرغم من أنا مخرماها. بقوم ضاغطة عليها بالشوكة عشان أطلع الهواء، واللي هي المكان اللي قب ده ينزل ياخد وضعه في الصينية تاني. بس كده، ما بتاخدش ربع ساعة في الفرن، وبتطلع ما بتحمرش على فكرة، هي بتبقى يا دوب استوت زي البيتي فور كده، واطلعها تبرد. هبتدي بقى اجيب 300 جرام شوكولاتة، يعني قالب وربع تقريبا او قالب ونص، 300 جرام شوكولاتة. بقى ابشرهم شوكولاتة خام او باللبن زي ما انت عايزة، الشوكولاتة اللي تحبيها. ده ربع كوباية لبن، ربع كوباية لبن على 300 جرام شوكولاتة كان مقدار مناسب جدا. اللبن سخن جدا، اول ما بحطه على الشوكولاتة بيدوب. ودي معلقة نوتيلا لو موجود او متاح بنحطها، لو مش موجود هي كده كانت تمام جدا. بعد ما الشوكولاتة ساحت والتارت طبعا برد، ببتدي أصب الشوكولاتة فوق التارت. ولو في أي بقى فقاعات، طبعا بديها كده خبطة خفيفة عشان تبقى سطح متساوي. لو في أي فقاعات بشيلها بالخلة. بحطها في التلاجة علشان تجمد. وخلال ما هي بقى في التلاجة، بجهز طبقة الجليز، 4 معالق سكر ومعلقتين كاكاو خام ومعلقتين جيلاتين، ودوبتهم في ربع كوباية مية وكوباية إلا ربع لبن. خدت كوباية إلا ربع لبن، هرفعها على النار
بالشكل ده. بخلط السكر مع الكاكاو اللي هو 4 معالق سكر والمعلقتين كاكاو خام، بخلطهم مع بعض. أول ما اللبن يغلي أحط الكاكاو اللي هو مخلوط بالسكر وأقلب أقلب أقلب لحد ما يدوب بالشكل ده. أهدي النار خالص أو أطفي بقى في المرحلة دي وأحط الجيلاتين اللي داب في المية وأديله تقليبة لغاية ما يدوب خالص، لحد ما يدوب خالص. بعد لما داب الجيلاتين في الخليط ده بصفيه بمصفى علشان لو كانت في اي حاجة ما دابتش ما تبقاش ظاهرة معايا وانا بصب. طبعا انا مش هصبه دلوقتي، انا هسيبه يبقى دافي شوية، مش سخن قوي ومش ساقع عشان ما يجمدش. وهو دافي كده حبة اصبه على الشوكولاتة بعد ما تكون طبعا الشوكولاتة جمدت. وبيبقى معانا بقى احلى تارت في الدنيا بالشوكولاتة، بطبقة جليز بتلمع وبيبقى بالشكل الرائع ده. كده خلصت وصفتنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة ونتقابل في وصفة جديدة إن شاء الله، ولايك للفيديو لو عجبكم.